أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن
معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
ربك فحدث. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بارك الله فيكم جزاكم الله خير. برادرها برای ما ارسال کردند که آیا سخنهای عبدالقادر طلبکوف حقیقت دارد؟ معنای سبیعی چیست؟ و آیا دین اسلام 65% از کتاب اوستای زردشتی گرفته شده است؟ و آیا الله و رسولش برای زردشت یا که آتش پرستان و مجوسیان جنت را وعده کرده است یا نه؟ بارک الله فیکم جزاکم الله خیر. همین کلمه سبیعی خودش در 3 آیت قرآن عظیم الشان وارد شده است. در سوره الحج آیت 17، در سوره المائده آیت 69 و در سوره بقره آیت 62. معنای سبیعه را در اینجا مفسرای قرآن به مثل شای مفسران ابن عباس، عبدالله ابن عباس، قتاده، مجاهد و دیگرها در اینجا بین علما اختلاف است. بعضی علما گفتند که این یهودیا بودند که از حضرت موسی علیه السلام و از کتاب تورات رو گردانیدن. بعضی گفتن نصرانیا بودن، بعضی گفتن نه اینا همون مجوسیان، بعضی گفتن که نه سبیعی این آدمایی هستند که ستاره پرستند. عموما در این بین علما اختلاف بسیار است در مسئله سبیعی و هر کسی که نباشد سبیعی. حاضر برای شما همین سوره بقره را میخوانیم که الله سبحانه و تعالی و امثال همین همون سوره مائده و همون سوره حج که الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك. ترجمهش و هر آینه آنانی که ایمان آوردن و آنانی که یهود و نصرانی و سبیعی شدند، اگر هر کسی از آنها به الله و به روز قیامت ایمان آورد و کارهای شایسته کند، پس آنها را نزد اللهشان مزد است و نه بر آنها ترس بود و نه آنها اندوهگین شود. یعنی که کلمه سبیعی در اینجا مفسرای قرآن میگویند که
چی خیلی که نباشد فرزند آدم، خواه مجوسی باشد، خواه آتش پرست باشد، خواه ستاره پرست باشد، خواه یهود باشد، خواه نصرانی باشد، خواه چی خیلی نباشد، وقتی که برای او حجت آمد، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم که آمدن و قرآن نازل شد و برهان که آمد، وقتی که او قبول کرد، در اینجا میگه که این الذین، کسانی که وقتی که آمنو بالله، یعنی که ایمان آوردن به الله، به یگانگی او، به توحید الله و سبحانه و تعالی و یوم الاخر و به روز قیامت ایمان آوردن و عمل صالح کردن، فلهم اجرهم عند ربهم، و آنها را نزد اللهشون اجر مکافات بزرگ است. یعنی که ایمان آوردن به توحید الله سبحانه و تعالی. سبی کسی که باشی نباشی، خیلی که نباشی، وقتی که ایمان آوردی به الله، به توحید الله، وقتی تسلیم شدی، مسلمان شدی، پس الله در اینجا وعده میکند چرا؟ جنت وعده میکنه. نیکی که تو مجوسی و آتش پرست باشی، یگان کس برای او جنت وعده کردگی نیست. این 100% سخنش دروغه. این به در مسئله سبیعی و این آیت سوره المائده 69 و الحجم همین گونه که همین سوره بقره رو برای شما رسانیدیم همین گونه است. اکنون در مسئله قرآن صحبت میکنیم که آیا از کتاب اوستا گرفته شده است یا نه. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نساء آیت 82: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا قرآن را تدبر اندیشه نمیکنن؟ آیا میگه یک فکر نمیکنی شما قرآن را؟ اگر قرآن از جانب غیر الله می بود، البته در آن اختلاف بسیار می یافتند. اگر قرآن از کتاب اوستا می گرفت می بود، چخیلی که ابله روی، چخیلی که ایز خانم روی، چخیلی این بیوه روی می گوید، اگر از اوستا می بود، پس در آن اختلاف بسیار شما می یافتید. و در مسئله دین که این دین آسمانی است، حقیقی است و در نزد الله کدام دین معتبر است، در اینجا الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 82 برای بنده هاش خبر میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. و هر کس بغیر اسلام دین دیگری را طلب کند، پس هرگز از وی قبول کردن نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. تمام مفسرها در همینجا میگن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با قرآن نازل شد، کسی که چنگ میزنه به غیر قرآن، یعنی که خواه یهودیه باشه، خواه نصرانیه باشه، خواه مجوسیه باشه، نزد الله حق سبحانه و تعالی معتبر فقط این اسلام است. غیر اسلام یگان چیز قیمتی ندارد و این دینا دیگه همش باطل شدن. و در سوره آل عمران آیت 18 الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الدین عند الله الاسلام وما اختلاف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ترجمهش: هر آینه دینی معتبر نزد الله سبحانه و تعالی این دین اسلام است و اختلاف نکردن در قبول دین اسلام کسانی که به آنها کتاب داده شده بود مگر از روی حسد، بعد آنکه آنها را دانش آمد و به حاکمیت آن آشنا شده اند. و هر کسی به آیاتهای الله کافر شود، پس هر آینه الله زود حساب گیرنده است. یعنی که وقتی که دین یگانه نجات یافته، دینی که نجات میوان این دین اسلام در نزد الله سبحانه و تعالی، و کسانی که اهل کتاب بودن به مثل یهود و نصارا و دیگر وقتی که به آنها حجت برهان رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و آنها چکار کردن؟ دانسته روی گرداندن، مجوسی شدن یا آتش پرست شدن یا دیگر دین گرفتن، آنها البته کافرند و آنها را پیش
پیش الله حق سبحانه و تعالی هیچ اعتباری ندارن، نه خودشان نه دینشان. وقتی که روگردان شدن از حجت و برهان بعد پیدایش قرآن و محمد صلی الله علیه و سلم، خواه یهودی باشد، خواه مجوسی باشد، خواه نصرانی باشد، آنها همه دیگر کافرند. حدیث در صحیح مسلم 153 از روی شمار، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قسم به ذاتی که نفسی من در تصرف قدرت اوست، از آن امتها هر کی خواه یهودی باشد یا نصرانی مرا شنود و به آنچه به من فرستاده شده است ایمان نآورد، او از اهل دوزخ است. و این چنین در صحیح مسلم است حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که در عبادت هم از یهود و نصارا فرق کنید در موضوع روز عاشورا، یعنی که یهودیا روزی دهم را روزه می گرفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت مسلمانان رو روزی نهم یا دهم یا 11 را، یعنی که در عبادت هم مسلمان باید از یهود و نصارا فرق کند. و این چنین در حدیث باز رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، امام بخاری روایت می کند که لحیه های خود را بلند کنید و سبیل های خود را کوتاه کنید، یعنی که برود های خود را کوتاه کنید و ریش های خود را بلند کنید. پس معلوم می شود که الله و رسول هر کسی که غیر اسلام دینی دیگری را چنگ می زند وعده بر آتش نار دوزخ ابدالابد داده است. به جنت یگان کس وعده شده نیست غیر دین اسلام، فقط کسانی که مسلمانان دین اسلام را چنگ میزنند برای آنها جنت وعده شده است. پس سخنهای این ابله روی شما را فریفته نکند ای شخصیت هایی که زبانی مرا میفهمید. هر کسی که غیر اسلام دیگر دین را چنگ میزند به مثل این عبدالقادر طلبکوف، او کافر است. و کسی دفاع از دین مجوسی میکند که او مجوسی است، ای در حقیقت دین نم نیست، دین پلیدترین همین دین مجوسی و دین همین زردوشتی است. پس فریفته سخنای این ابله روی مشوید. این بود حقیقتی که شما به ما ارسال کردید و ما با گوش شما رسانیدیم. سبحانك اللهم وبحمد لا اله الا انت استغفر الله العظیم و اتوب الیه. اللهم انت غفور رحیم رب اغفر لی وارحمنی. و از دعای خیر خود ما را نیز فراموش نکنید و به دیگران نیز برسانید. جزاکم الله خیر. کجا وصف تو می آرم بجان من یا رسول الله، قلم عاجز میماند با وصفت یا رسول الله. درونی کل بی احزون با یادی تو می نالم، که شاید یک نظر سازی بسوی من یا رسول الله، که شاید یک نظر سازی بسوی من یا رسول الله. همه هلکان در این عالم بسوی عیش می کوشن، بگردان این دلی ما را بسویت یا رسول الله. غریق بحر اوسیانم ذکرده ها پشیمانم، عجب شرمنده هستم به نزدت یا رسول الله. سرم در بالینی مربوط زبانم لال میماند، به نام تو شود جاری زبان من یا رسول الله. به نام تو شود جاری زبان من یا رسول الله. لباس به آستین پوشم زمانی رحلت از دنیا، سواری اسب چوبینم بگیر دستمان رسول الله. نمازی به اذان خوانن در آن ساعت برا امام، به زیر خاک تنهایم شفاعت کن رسول الله. درونی گوری تاریکم
اگر پرسد دینت چیست بگویم دین ما اسلام، گواهی ما رسول الله. بگویم دین ما اسلام، گواهی ما رسول الله. بروزی حشر برداریم سر از خاک لحد یا رب. بروزی حشر برداریم سر از خاک لحد یا رب. عجب درمانده هستیم به نزدت یا رسول الله. همه با نقش میگویند به حال خود سرگردان. کجا یابیم در آن حالت تو را ما یا رسول الله. عبادالله همه خود را به خاکی پای پیران زن، که شاید یک دم سازد شفاعت آن رسول الله. سلامت باشین. هزار آمد برای تماشای خوب. باور کنید کمی اگر تحلیل کنیم، خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. خود را احتیاط کنید. خدا حافظ. در جهانی بی‌بقا آخر پشیمان میشوی. در جهانی بی‌بقا آخر پشیمان میشوی. عمر خود ضایع مکن جانا پشیمان میشوی. قدر یار و دوستان را دان اندر زندگی. قدر یار و دوستان را دان اندر زندگی. عاقبت ای بخبر در خاک پنهان میشوی. دایما در ذکر حق باشو خدا را یاد کن. دایما در ذکر حق باشو خدا را یاد کن. خان مرو بر راه شیطان پرز عصیان میشوی. گر بیابی دولت و دنیا و ملکی به حساب. گر بیابی دولت و دنیا و ملکی به حساب. این همه حیران بماند جسم بی جان میشوی. زن کند شوی دیگر فرزند فراموشت کند. زن کند شوی دیگر فرزند فراموشت کند. هیچ یادی تو نمی آید چون در خاک میشوی. ای که داری عقل و هوش صرف خدا کن مال خود. ای که داری عقل و هوش صرف خدا کن مال خود. پیش از آن که اندر لحد پوسیده ویران میشوی. در زبانت لا اله را دایما تکرار کن. در زبانت لا اله را دایما تکرار کن. دور از گفتاری بد باش چون که رسوا میشوی. اهل علم و طالبان را گر توانی دست گیر. اهل علم و طالبان را گر توانی دست گیر. با هنرمندان نشین عاقل و دانا میشوی. با بدان مشین که ایمان از تو میگردد خراب. با بدان مشین که ایمان از تو میگردد خراب. در صدای آخرت در نار سوزان میشوی. در صدای آخرت در نار سوزان میشوی. شاهرخا راه سعادت نیکی کن با مردمان. شاهرخا راه سعادت نیکی کن با مردمان. در بهشت جاویدان با خور و غلمان میشوی. در بهشت جاویدان با خور و گلمان میشوی. شبکه خزینه معرفت، نشیدهای بهترین، قرائتها با صدای قاریهای شیرین صدا، بهر ما و شما ای هموطنان عزیز.